ونعرفه جميعا. الشيخ مرزوق عبد الباقي رجل هو شيخ للتجارة وإمام مسجد الدوحة، جزاه الله عنه خيرا في تذكيره لنا بالقرآن وبالآيات المباركة، ونسأل الله أن نعمل بكتاب الله ويجعلنا من أهل الله. ويعني في نهاية الأمر أشكركم جميعا على هذا الحضور، أشكر الذين حضروا وذهبوا، الذين استمعوا والذين صبروا على الأسئلة وعلى الأجوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج يعني خلاصة طيبة مباركة ترفع السودان وتعين الإعلاميين على مناولة الأحداث وتغيير الأحداث في مواقيتها حتى لا يضيعوا على السودان الرئيس الحقيقي الذي سيحكم البلد. فهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه جميعا وأن يخرج بخير وبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى من السودان أن يهديهم إلى الطريق القويم، وأن يتحدوا معا، وأن يتنازلوا عن بعض أفكارهم للآخرين حتى يصلوا إلى دستور جامع يحل مشاكل السودان. وليس هنالك شيء في هذا السودان غير التسامح الديني، غير تعاليم الصوفية والمشايخ الأساس. هؤلاء الصوفية الذين ردوا رجالاتا رزازا كانوا يطلبون مصابات يحفظ الله. هؤلاء الصوفية ناس ليس بالسهلين، هم الذين نشروا الدين في الأصقاع النائية في ماليزيا وفي إندونيسيا وفي الصين وفي أمريكا وفي غرب أفريقيا، في كل مناطق العالم. كانوا رجال ومبشرين في آن واحد، كانوا مؤيدين بالكلمة وبالروح، فنشروا هذا الدين الإسلامي ويحملون هذا المعنى السامي السليم. إن بعض إخواننا الذين خرجوا بهذه المفاهيم المتعصبة التي أشانت الإسلام ونفرت عنه وشوهت الدين، نسأل الله لهم الهداية، وأن يحاولوا أن يصبروا على المتجددين حتى أن يحاولوا يعني يقيموا ويناضلوا ويضعوا حلا وفتاوى لتحديات هذا العصر الذي أصبح عبارة عن قرية صغيرة، والاتصالات والقنوات كلها الآن في بيوتنا ومن خلفنا، فإن لم تكن هنالك إجابات صحيحة متجددة وتغيير صحيح لا يمكن أن يكون هناك تغيير. إن الله يقول في كتاب العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فعلينا أن نغير أنفسنا أولا وأخيرا ثم نعطي التغيير للآخرين من فقد السوء ما يعطيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويهدينا إن كنا خطأ في هذا الاجتماع. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن جلس في مجلس فكسر فيه نقطه فقال قبل أن يقوم من قول ذلك المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك إلا غفر له. ونحن نقول جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وكما بدأنا بالقرآن فإننا سنختم بالقرآن أيضا، لأنه هو الكلام الجامع. القرآن فيه كل شيء، خبر ما قبلكم ونذر ما بعدكم، وفيه كل، حتى سيدنا علي كان والله يرضى عليه قال بعيني لو وجدت في القرآن كل شيء في القرآن، لكن القرآن داير فهم، القرآن داير فهم جديد، فهم جديد مش آيات جديدة. هذا الفهم هو المطلوب الذي ننادي به، ولكن الإنسان لو بعد عن الفهم القديم ما بقدم حاجة للناس وبضيع الناس وبضل يعني وبضل. والعمق الذين أو نضل من نزل أو نزل من ننزل أو نضل ويجهل علينا. فكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليه إن كنا فاعلين. وكما قال الصوفية: النهاية تشبه البداية ولا تشبهها. ولذلك نحن نختم هذا المؤتمر والصحفي هذا بعين الله علينا الشيخ مرزوق عبد الباقي.